بعض من احتواء الحكام للزمالك عبر التاريخ. بس قبل ما نبدأ اعمل كوباية الشاي المتينة ودوس لايك واعمل شير وفولو ويلا بينا. ودي أول لعبة معانا بقيادة عصام عبد الفتاح وحسام حسن في ماتش بلدية المحلة ونهائي كاس مصر. وللعلم الماتش ده خلص 1-0 بالجول الحرام اللي قدامك ده، والزمالك كسب البطولة بالهدف ده بعد ما أحمد نخلة حاول يرقص حسام حسن. بس هو مجنون، يرقص حسام حسن ازاي؟ عمل معاه عرقلة وفاول واضح للكفيف، ولكن عصام عبد الفتاح اللي نظره 6/6 قال كمل لعب يا عم مفيش حاجة، وفعلا كمل لعب وراحت لعبد الحليم علي اللي سجل هدف فوز الزمالك الحرام. وهنا ضربة جزاء قائدها صاحب العرق الأكبر وأسطورة الحلال والحرام شيكابالا، وضربة جزاء من وحي خيال الحكم. وعلى رأي مرجان ضربني وبكى سبقني واشتكى. بعد ما شيكابالا ضرب محمد عادل لاعب المقاولين راح ممثل وناطط في حمام السباحة وخد ضربة جزاء بالفعل، والحكم فعلا حسبها عشان الزمالك يتظلم طبعا ويخسر بسبب أخطاء التحكيم وبطولاته حلال حلال حلال. هنا بقى الظلم البين ولعبتين ورا بعض على طول في نفس الماتش، الاولى وفاول واضح على الزمالك وكارت كمان، ولكن لا حياة لمن تنادي. طبعا ما فيهاش حاجة، العب يلا العب يا كابتن. وطبعا عشان اخلاق لعيبة الزمالك لعبوا كمان بسرعة وسجلوا هدف حرام بمساعدة الحكم. يسكت؟ لا والله ابدا، الحكم ما سكتش. في نفس المباراة يلغي هدف صحيح للمنصورة، وانت عايز تجيب هدف في الزمالك؟ انت مجنون يا ابني ولا ايه؟ وحسب الكورة اللي قدامك دي اوفسايد، لا وفي القانون القديم اوفسايد وفي القانون الجديد اوفسايد، وحتى في القانون اللي هيتعدل برضه اوفسايد، ولكنها اوفسايد في قانون الزمالك للاحتواء والحاجات الحلوة دي. تعالى اوريك اوفسايد بقى من قبل نص الملعب. والله زي ما بقول لك كده، اوفسايد من قبل نص الملعب في ماتش ديربي على علاء ميهوب بعد ثرو من الخطيب، يعني مدافع الزمالك مغطي وكمان من قبل نص الملعب. ورغم ده كله الحكم حسبها اوفسايد. قانون الزمالك للاحتواء الذي لا ينتهي ولا يكل ولا يمل. تعال اوريك هدف تاني في الديربي برضه، وركنيه اتلعبت وقعت من ايد الحارس لوحده خالص من غير اي تلامس وبره ال6 يارد اصلا. خلي بالك ها، راحت للاعب الاهلي حطها، الحكم رفع فاول. طب فاول على مين يا عم؟ ايه اللي حصل؟ كل ده مفيش اي رد. ازاي الجون معرفش يوصل للكوره؟ احسب فاول يا عم ماليش دعوه، هو كده ولغى هدف صحيح للاهلي. شيكا بقى وحته عرق فاخر من الاخر ورمى نفسه في حمام السباحه حرفيا. الحكم يسكت؟ شريف رشوان بتاع وقعه وليد سليمان لو تفتكروه والله ما هيسكت ابدا، راح حسب ضربة جزاء وانذار كمان للاعب المقاولين الغلبان. واكسب يا زمالك وافرح يا زمالك وزقطت يا زمالك، وكله بعرق شيكابالا والحكام والظلم والمظلومية والبطولات الحلال الحلال الحلال. دي اغرب لعبه هتشوفها في الاحتواء كله. لعيب المنصوره زق الكوره، فرع عبد المنصف راح ضربه بالقفا وضربه على دماغه زي ما انت شايف كده، فالحكم طرد لعيب المنصوره وساب عبد المنصف اداله انذار بس. ودي اغرب حاله في الدنيا، ان يبقى في ضرب بدون كوره بالطريقه اللي انت شايفها دي والحكم يحسب انذار بس وما يطردش اللاعب. حاجه غريبه جدا، وده برضو من الاحتواء الزملكاوي الجميل. ودي حته من العصر الحديث على مهاجم الزمالك كابونجو كاسونجو، بس هو مهاجم الزمالك في الوقت ده فما بيتحسبش عليه فاولات، ما بيتحسبش عليه اي حاجه. احتواء عظيم، زق مدافع سموحه في ظهره وكوره فاول واضح وصريح تماما تماما تماما، ورغم كده اتحسب جول صحيح والزمالك كسب وفرح رغم الفاول اللي قدامك ده. والف مبروك يا زمالك والف مبروك عليكم الاحتواء والعرق بتاع شيكابالا. صغير جدا من الاحتواء الزملكاوي عبر التاريخ. والجزء الاول استنوا الجزء الثاني والثالث، بس لايك وشير في كل مكان ووروهم الاحتواء الزملكاوي كان عامل ازاي. ولو عجبك الفيديو قول لي في الكومنتات عشان نكمل بقية الاجزاء. وبس كده، سلام يا هلاوي.